جربتوا قبل كده تعملوا صينية البطاطس بالفراخ في حلة على النار مش في الفرن؟ بسبب حر الصيف ما بنحبش ان احنا نشغل الفرن. هقول لكم سر النهارده تسوية البطاطس والفراخ في حلة على النار ويكون طعمهم جميل قوي نفس ما بنعملهم في الفرن بالظبط. اول حاجة هنبدأ بالتتبيلة، هنحط التوابل دي هكتبها لكم في الكابشن، وبعدين هحط معلقة من الزبادي عشان تطري الفراخ ومعلقة من صلصة الطماطم، وبعدين هحط معلقتين كبار من زيت زيتون او اي زيت نباتي، وبعدين نقلب التتبيلة دي كلها كويس مع بعض، وبعدين نبدأ نحط الفراخ بتاعتنا. اهم حاجه نوزع التتبيله على الفرخه كويس، يعني نحطها تحت الجلد كده عشان الفراخ تبقى متبله جميله. وبعدين نجيب حله يكون حجمها كبير شويه، حطيت الفراخ بتاعتي فيها، وبعدين بدات اوزع شرايح من الليمون، وحطيت في الحله من تحت ورق زبده. ورق الزبده ده مهم هقول لكم في الاخر ليه. وبعدين بعد ما وزعت الليمون هبدا احط البطاطس بتاعتي، وحطيت عليها باقي التتبيله بتاعه الفراخ، وبعدين هحط شرايح كده من البصل. الحاجات دي كلها بتعزز الطعم. وبعدين هجيب مكعب من مرقه الدجاج ومعلقه صلصه ونص كوبايه من الميه، وهقلب الحاجات دي كلها مع بعض، ودي مهمه جدا، دي اللي هتتبل البطاطس، والميه مهمه للتسويه. واحط على الوش كده مسحه من دبس الرمان للون مش اكتر، وبعدين على الوش هغطي الوش بورق زبده كمان، ده هيساعد ان البخار كده يسوي البطاطس والفراخ بتاعتي. وهغطي الحله بتاعتي واحطها على نار متوسطه، هتاخد تقريبا ساعه على النار. ولو الميه قلت بتاعه الفراخ ممكن ان احنا نزود ميه، بس هي الفراخ بتاعتي استوت بعد ساعه، ما احتجتش ان انا ازود ميه. هي الميه اللي انا حطيتها مع صلصه الطماطم وبس. ده كده شكلها بعد ساعة على النار، كانت البطاطس استوت والفراخ كمان استوت. الفراخ بس كانت بالشكل ده، كان ناقص انها تاخد لون بس شوية. ممكن ان احنا نحطها تحت الشواية تاخد لون، او ممكن لا ناكلها زي ما هي. وده شكل الفراخ بتاعتي والبطاطس بعد ما استوت. البطاطس دايبة جدا والفراخ كمان مستوية كويس جدا، نفس طعم صينية البطاطس العادية، بس بدل الحر بتاع الفرن اللي بسبب الصيف احنا ممكن نعملها في حلة على النار واسهل كتير. شايفين كده السوا بتاع البطاطس يعني طرية جدا، والفراخ كمان دايبه جدا وطريه وطعمها جميل. لو عجبتكم الفكره ما تنسوش تقوليلي في الكومنت، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي فولو ولايك، واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده قريب. مع السلامه.